بولونيا يعني تربية. بولونيا طريقة تربية. لثالث مرة. بولونيا طريقة تقليم أخشاب. الاتنين دول اتزرعوا السنة اللي فاتت في آخر الصيف. الاتنين دول اتزرعوا السنة اللي فاتت في آخر الصيف. الهواء هنا شديد جدا ومؤثر عليهم جدا. سيبنا موضوع الهواء، خلينا في موضوع التربية الأساسي بتاعنا. عندي تهيبت تعالى اللي احنا زرعنا السنة اللي فاتت ده اللي هي احنا بنقول عليه آخر ميعاد 30/7. ده آخر ميعاد ممكن أزرع فيه 30/7. هتقعد طول شهر 8 تتأقلم على التربة أو الجذر يتكيف على التربة، ويا دوبك في شهر 9 توصل للإيه الوقت ده لغاية هنا أهي، كانت لغاية هنا أهي، ومن 30/9 تتوقف والورق يقع. دي كانت كده برضو، كانت حوالي متر زيها برضو، دي متر ودي متر. الشغل ده اتزرع 30/7 اللي هو آخر ميعاد للزراعة. طيب السنة دي احنا بنعمل الكلام ده كله كأمثلة. عملت إيه بقى؟ سبت دي عشان الناس بتخاف من القطع ومش عايزة تقطع، سبت دي أهي كملت. حلو كده، سبت طلعت فرعين 3 شلتهم وسبت فرع. في الشهر اللي فات حوالي نص متر ورفيع، وهنا في الحام. دي طريقة للتربية، ممكن للزينة، ممكن للورق العلف، ممكن للأزهار، زي ما أنت عايز. دي الطريقة التانية. الشهر ده بصوا طلعت عاملة ازاي؟ شوفوا التخانة، شوفوا الصلابة، شوفوا العزم. ده الفرع اهو، ده الفرع اللي بشيله، ده الفرع اهو، ده الفرع. أما الورقة ما بشيلهاش، ده الفرع. الورقة ما بشيلهاش، الفرع بيطلع من هنا فبشيله. شوفوا بقى الفرق، اللي اتقطعت من تحت طلعت بعزم، طلعت بقوة. وفي الشهر ده أكتر من متر، هنقيسها مع بعض. أكتر من متر، متر وربع على الأقل، متر وربع على الأقل في شهر. وهتكمل لي كده 6 متر، 4 و5 و6 و7 و8 و9. دي 6 متر إنتاج أخشاب. وبعد كده تفرع تعمل إنتاج فوق. دي سيبناها تكمل. طلعت اول متر بتاع السنه اللي فاتت، والسنه دي نص متر عشان طالعه من الساق. البولونيا معلومات، البولونيا تربيه، البولونيا تقليم. احنا 8 سنين بندرس ازاي ننتج اخشاب من البولونيا، اسرع شجره في العالم تنتج اخشاب. مع السلامه.